لو انت من عشاق الزرع وخصوصا النعناع، يعني بتحب كده تشوف الزرع الاخضر، والنعناع بالذات بيبقى ريحته حلوه قوي، شكله جمال في المطبخ. هتشتري اي ربطه نعناع، تاخديها كده تحطها في اي شويه ميه، شايفين يا حبايبي الجذور بتاعها. هو النعناع ده محطوط كده في البرطمان ده بقاله اسبوع كده بالشكل ده. كل يوم احط شويه ميه عليه كده من فوق كده، اغسله واغير الميه بتاعته، ما شاء الله بيكبر يعني. في اللي بيعمل جذور وفي اللي بيعملش جذور، بس هو عايش يعني ما شاء الله، تحس ان هو ايه، مزروع في ارض زراعيه اهو. بصراحه شكل النعناع في المطبخ وريحته حلوه قوي. طبعا النعناع ده انا زرعه اصلا في البلكونه، فبحب ريحه النعناع في المطبخ، فكل شويه اجيب شويه كده واحطهم بقى في كوبايه ميه في اي برطمان عندك ازاز، وتحط عليهم شويه ميه الصبح كده عشان يبقى شكلهم حلو، وتغير الميه كل يوم، هتلاقوهم يكبروا ويعيشوا معاكم فتره طويله قوي. شايفين ما شاء الله، ولا طينه ولا رمله ولا حاجه خالص، ميه فقط. ولو عايزه تزرعيه بقى بعد ما يعمل جذور كده، تجيبي شويه رمله لو ما عندكيش طينه، وتحطي فيه النعناع، وكل